بسم الله الرحمن الرحيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يدخلون الجنة يرزقون
يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي. أحسنت، صوتك جميل. وانت على فكرة من الذين استفادوا من هذه الجلسة. كيف استفاد؟ لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وما بدأش وأن مردنا، قال ليس له في الدنيا وأن مردنا إلى الله وقف، وتقول وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين. فأول شيء أنت كده أنت عملت شيء، حاجة عمل شيء جميل، لأنه استفاد من فتح الهمزة المسبوقة بواو وبعدها إن، وأنا قلت ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون، وقال لا جرم أن أدي واحد، وأن مردنا وأن المسرفين. الكلام كله متصل، أي همزة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، لأن همزة أن بتبقى مفعول، خلي تفصيل فيما بعد إن شاء الله. باختصار، ما عشان نختصر، فأنت الحمد لله يعني أفدت من اليوم، أنت أفدت، ولذلك يعني تدعو الله للشورى العليا، تدعو الله الذين القائمين على هذا العمل. قرأت من سورة غافر، جبت طبعا بياتي رصد جهر وبعدين جهر، وبعدين جبت جبت عجم، معك عجم، وبعدين جبت بياتي.
انت قلت ما بدأت يا شيخ سيد، قلت وقال فرعون يا هامان، وبعدها بشوية وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني. انت يعني بتحب فرعون ده؟ انت يا اخي قول وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني اهدكم. اي واحد مؤمن. قلت وقال فرعون يا هامان. هو القرآن من اي مكان تبدأ، مش تبدأ بكلمة الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، ما هي موجودة اول آية في سورة البقرة. يعني اول آية، قصدي آية في سورة البقرة، اول الآية الشيطان يعدكم. لكن انت براعة الاستهلال عندك انت اين هي الذي قلت لك عليها؟ انت قلت وقال فرعون يا هامان، بعدها ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد على السبيل وما كانوا فرعون. وقال الذي آمن، يعني آية بدايتك وآية فاصل. قل وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. لا، ده هو بدأ وقال فرعون، بعدها بآية واحدة وقال الذي آمن. لماذا اختار بقى الاستهلال بفرعون؟ ما هو قرآن صحيح، لكن انت تراعي. عايز تقرأ وقال فرعون من هناك، من اول ايه؟ ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. طيب دي خلصنا منها. انت جيت بقى قلت ايه؟ يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة هي دار القرار. جيت في الدنيا رفعت لي الدنيا عند السحاب وخفضت لي الآخرة. بسمع التسجيل انت عليت يا قوم انما هذه الحياة الدنيا متاع وان الآخرة. ايه الاولى بالرفعة بقى؟ الآخرة. طيب خلاص كويس. وبعدين هي اصلا دار القرار كمان. انت قلت قال فرعون ابني لي النون في اللام، ابني لي. وقال فرعون يا هامان ابني لي. شوف جسمك كله ينفع. ابن لي مش ابني لي. ابني لي ايه طبعا. عندك الغنة وإن الآخرة هي دار القرار. انت الغنة زادت شوية. أولئك طويلة، طولتها كده ليه؟ فأولئك يدخلون الجنة. مش أنا بنقول المد المتصل ما تطولوش يا شيخ مهدي. هو الترجمة ديت ما بتوصلش. خلاص. ليس له نبر. ليس له. وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خیرا. شما از کسانی هستید که من احساس میکنم خوب استفاده کردید از این جلسه و معمولا چیزهایی رو که ما میگفتیم اغلبشون رو شما رعایت کردید و باید از این جهت برای طول عمر دستاندرکارانی که باعث ایجاد این برنامه شدن، یعنی دوستان شورای عالی قرآن، دعا کنید. از جمله این که شما اونجایی که ما در مورد ان و انه صحبت کردیم که قبلش واو هست، گفتیم اینها حالت مفعولی داره و نباید از اونها ابتدا بشه، باید به ماقبل خودشون وصل بشه و شما این کار رو به زیبایی انجام دادید. در وان شروع کنید وان مردنا الی الله. در ترکیب لحنی شما از بیات رست، چارگاه، عجم و بیات استفاده کردید. در مورد اون بحثی که اسمش براعت الاستهلال بود، یعنی حسن انتخاب اولین آیه متناسب با مجلس، که بنای ما باید بر بشارت باشه و آیات رو انتخاب کنیم، یه مثل اون نباشه که در مراسم ازدواج شروع کرد الطلاق مرتان، از اینجا آیه رو شروع کرد. وقال فرعون یا هامان، شما اینجا شروع کردید، در صورتی که یه آیه بعدش وقال الذی آمن وجود داشت. شما این رو
رها میکردید و از قال الذی آمنه شروع میکردید بهتر بود. در کلمه دنیا و کلمه آخره که پشت سر هم بودن، شما کلمه دنیا رو با صدای بلند و کلمه آخره رو با صدای پایین گفتید، در صورتی که بهتر بود اینها رو جابجا میکردید. اون چه که بالاست و ارزشش بیشتره و باید با صدای بالاتر گفته بشه آخرت است، نه دنیا. و اگر میخوای نوارت رو گوش بده و متوجه دنیا و آخرت خواهی شد. و در کلمه ابن لی، یعنی برای من بنا کن، این فعل امره بایستی نبر امر درش رعایت بشه، ابن لی نه ابن لی. و همین طور نبر در لیس له، لیس له، لیس له، لیس له، لیس له، این فرق میکنن با هم دیگه، چون اینها ممکنه مغیر معنا باشن احیانا. اگر ما اینها رو رعایت نکنیم، در فارسی هم اینو تو پرانتز سریع عرض میکنم داریم دوستان این کلمات رو که ما با تغییر محل فشار کلمه معناش عوض میشه، مثل کلمه درآمد و درآمد، مثل کلمه روزی و روزی، مثل کلمه ولی ولی. اینا اصلا معناشون متفاوته به دلیل محل فشار. از این کلمات در قرآن زیاد وجود داره. تشکر میکنم. صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.